الولد ده هو جوني كورتيز، ودي عيلته كلها جواسيس وبيشتغلوا تبع منظمة اسمها OSS، لكنه سابهم وبطل يشتغل معاهم ومش عاجبه شغلهم، وقرر بس يشتغل محقق صغير ويجمع قرشين من شغله ويروح يشتري لعبة اسمها جيم اوفر، ونفسه فيها قوي. لكن اللعبة دي كل الأطفال في العالم عايزينها عشان الدعاية بتاعتها بتقول إن اللعبة حماسية جدا وكلها مفاجآت، لكن في الآخر برضه مش بيعرف يشتريها من كتر الطوابير اللي هناك. ولما بيرجع للبيت كان في واحد اسمه روميرو كان صديق باباه، وكان باعت له أسماك قرش صغيرة هدية، وهو أصلا عنده اختراعات وكائنات عجيبة من مغامراته اللي عملها قبل كده تبع المنظمة دي. لكن لما رئيس المنظمة اللي اسمه ديفلين بيكلم جوني علشان يرجع يشتغل معاهم، جوني بيرفض، فديفلين بيقول له طب على فكرة أختك كارمن اختفت. فجوني طبعا قلق علاقته وراح مقر الشركة، وقابل هناك الاتنين دول وقالوا له ان لعبة جيم اوفر اللي كل الناس عايزين يشتروها هي اصلا فخ، واخترعها الراجل ده للاطفال للسيطرة على عقلهم والتحكم فيهم، ومجرد ما الطفل بيلعبها مش بيقدر الاهل يسيطروا عليه، وطالما مخترع اللعبة سيطر على الأطفال هيقدر يسيطر على العالم كله. والشركة كانت بعتت كارمن اللي هي خبيرة في البرمجة جوه اللعبة عشان تطفي اللعبة من جوه، لكنها اختفت جواها وما رجعتش من هناك. فهو استغرب ازاي ده حصل، فهم قالوا له ان جسدها هنا في الشركة لكن عقلها جوه اللعبة في المستوى الرابع، ومعرفتش تعمل اي حاجة بعد المستوى ده. وقالوا له انهم كانوا عايزينه يدخل معاها لكنه كان رافض انه يجي، فهي اضطرت تدخل اللعبة لوحدها. وبعد كده قالوا له انه لازم يدخل اللعبة ويخلصها ويطفيها خلال 12 ساعة، يا اما صانع اللعبة هيسيطر على العالم كله. وقالوا له بس اهم حاجة ما تخليش صانع اللعبة اللي محبوس جواها يطلع منها، وعرفوه ان اللعبة دي بتنتهي في المستوى الخامس اللي هو اصلا مستحيل حد يفوز بيه، لكن هيبدأ بالنضارة دي من المستوى الأول عادي لحد ما يلاقي أخته في المستوى الرابع ويرجعها. وأول ما جوني دخل اللعبة لقى في ضفادع نطاطة كده بتجري وراه، وفي لاعب غيره بيجمع عملات ذهبية، وفي ولد راكب حاجة كده بتنط فاتشعبط فيه، لكن الولد ده زقه وقعه في حفرة. ولما جوني فاق لقى الكرة دي بتكلمه وبتقوله إنه خسر وقت من حياته ومن عدد الحيوات بتاعته في اللعبة دي، وإن العدد لو وصل لصفر هيبقى خسر خالص. وطلع علشان يكمل اللعبة، وبدأ يقابل اللاعبين التانيين ويسألهم ازاي يكسب بسرعة علشان ينقذ أخته، فهم بدأوا يرشدوه لكن طلعوا بيخدعوه علشان يخلصوا منه وهم اللي يفوزوا في اللعبة. ولقى نفسه خسر حياة تانية، وجاله رسالة من زمايله في OSS قالوا له إنه عنده وسيلة مساعدة يقدر يستخدمها دلوقتي، وهي إنه يستدعي حد من عيلته يلعب معاه جوه. فهو طلب استدعاء جده لدخول اللعبة معاه، وجده ده أصلا كان مشلول، لكن هو طلب منهم إنهم يبرمجوه في اللعبة على إنه أقوى وأذكى. ولما جده جاله جوني حكاله كل الموضوع، وجده طلع عارف صانع اللعبة دي وكان بيطارده من سنين، وظهرت وسيلة مساعدة للجد وخلته يقدر يمشي. فجده فرح وقام يجري ورا فراشة وساب جوني، وصانع اللعبة كان عارف الجد ومستنين إنه يوصله. وعشان يوصل جوني للمستوى اللي بعده كان لازم يحارب البنت دي اللي اسمها ديمترا بالإنسان الآلي ده، لكن البنت كانت محترفة وعمالة تضرب فيه، لكن هو بدأ يفهم اللعبة وضربها وقدر يفوز عليها، والحيوات بتاعتها قلت. وكان صانع اللعبة ده عامل كذا نسخة منه بشخصيات مختلفة يكلمهم وياخد رأيهم، وكان عايز يخرج بره اللعبة بعد ما يسيطروا على عقول الأطفال. واللاعبين دول قابلوا جوني مرة تانية وقالوا له إنهم كانوا مستنيين الولد اللي هيخليهم يكسبوا، وهو نفسه جوني، لأنه نفسه الولد اللي على البوستر بتاع اللعبة. وهو كان عمال يقول لهم لا مش أنا يا جدعان، أنا بدور على أختي بس. لكن هم كانوا مش مقتنعين بكلامه وأخدوه يلعب معاهم علشان يكسبهم، وقالوا له إنه لو فاز في السباق ده هيكون هو الولد البطل فعلا. ولما بدأوا يلعبوا الولاد دول معاه بدأوا يحاولوا يخسروه برضه ويصعبوا عليه اللعبة، لكن جده جاله يساعده. في النهاية قدر جوني إنه يفوز بالسباق، وجات له ديمترا وسألته إذا كان هو البطل، فهو قال لها طبعا، لأنه كان بدأ يعجب بيها. واتفق جوني مع اللاعبين الباقيين إنهم يساعدوه كل واحد بقدراته عشان يكسبوا سوا ويقدر يوصل لأخته، فهم وافقوا. لكن وهم ماشيين بدأ صانع الألعاب يبعت لهم مبرمجين في الشرايح دي علشان يكشف إن كانوا بيغشوا في اللعبة ولا لأ، وبيلعبوا سوا ولا ضد بعض، ولو اكتشف إنهم سوا هيرجعهم للمستوى الأول تاني. فسابوا جوني وهربوا كل واحد لوحده، ما عدا ديمترا اللي لما شافته خايف قالت له على الأقل اعمل نفسك البطل، لأنها طلعت شافت البطل الحقيقي وعارفاه وعارفة إنه مش جوني، وعطيته خريطة اللعبة علشان يلاقي أخته، مع إن ده غش لكن هي بتساعده برضه. وظهر المبرمجين دول علشان يمسكوه بغش ويرجعوه للمستوى الأول، لكن جه جده وساعده وخوفهم ومشاهم
وسألهم عن مكان صانع الألعاب، وشاف حقيقتهم إنهم ولدين بنضارات شكلهم عادي جدا، والمبرمجين دول هربوا، وصانع اللعبة حب إنه يلعب في دماغ جوني فبعت له حياة إضافية، لكن جوني أخد الحياة دي وعطاها لديمترا لأنها محتاجاها أكتر منه. ولما مشيوا من هناك للعبة اللي بعد كده، عرف جوني إن الولد ده دخل اللعبة علشان عايز يكسب الجايزة اللي هتنقذ أهله من الفقر، وصانع اللعبة خلاهم يختاروا 2 منهم يلعبوا قصاد بعض، فاختاروا جوني والولد ده، وبعدين أمرهم يلعبوا قصاد بعض، واللي هيخسر يطلع نهائي من اللعبة. وده كان صعب عليهم هما الاتنين، وخصوصا إن كل واحد منهم عنده هدف من اللعبة، والولد ده أصلا أقوى من جوني. وبدأ جوني يحاول هزيمته، لكن كان خلاص هيخسر آخر حياة، فقامت ديمترا مطلعاه ونزلت هي مكانه عشان ما يخرجش من اللعبة ويقدر يدور على أخته. وديمترا اتهزمت وطلعت من اللعبة نهائي، وجوني زعل عليها جدا. والجد كلم صانع الألعاب وقال له انت ليه بتعمل كده وتدمر الأطفال؟ فصانع الألعاب قرر يرجع كارمن للعبة تاني عشان يعرف يدمرهم كلهم. ولما وصلوا للمستوى الرابع، جوني لقى كارمن وقالت له ان اللي خلى جده يبقى مشلول هو نفسه صانع اللعبة دي، وانه لو جده انتقم منه هيرتاح. فجوني قال لها لازم نقنع جدي ان الانتقام مش هو الحل. وجوني كان معاه خريطة علشان يعرف الطريق للمستوى الخامس، لكن كارمن قالت له ان الطريق بتاع البركان غلط، وصانع اللعبة كان عارف انه معاهم الخريطة وكان عايزهم يمشوا في الطريق بتاع البركان لانه هو الطريق الصح اللي هيوصلهم ليه، وعايزهم يوصلوا له بسرعة. فراح بعت لهم ألعاب متوحشة تطاردهم علشان يجبرهم يوصلوا له في المستوى الخامس، وفعلا نطوا جوه الحمم البركانية لحد ما وصلوا للناحية التانية منها. وهناك الولد ده بدأ يشك في جوني انه بيخدعهم عشان يخسروا، وانه مجرد برمجة جوه اللعبة. ولما راحوا عشان يتخلصوا منه هو واخته، لقوا ان الولد البطل الحقيقي جالهم وقال لهم انه هيساعدهم عشان يكسبوا لو لعبوا كلهم سوا. واول ما وافقوا على كلامه ولسه هيدخل من البوابة دي، اتكهرب وخسر كل حيواته وخرج من اللعبة. فقرروا ان جوني يبقى هو المسؤول مرة تانية. وفجأة ظهرت ديمترا علشان ترشدهم، لكن كارمن شكت فيها، وطلعت ديمترا دي عبارة عن شخصية مش حقيقية لكن مبرمجة لخداع اللاعبين جوه اللعبة عشان يخسروا. فديمترا لما اتكشفت اعتذرت لجوني واختفت. وظهر صانع اللعبة وقال لهم مبروك انتوا فزتوا وجايزتكم انكم هتفضلوا هنا على طول، وبعت لهم كائنات عملاقة تطاردهم، لكن الجد هربهم وقفل اللعبة وخلاهم يرجعوا للحياة الحقيقية. لكن الجد رفض انه هو اللي يخرج لانه هنا بيقدر يمشي ويجري وبيكون بطل، لكن جوني قال له انت بطل بالنسبة لي في الحياة اللي بره وهتفضل كده على طول. وخرجوا فعلا من اللعبة كلهم، وقابل الولاد التلاتة دول اللي كانوا معاه في اللعبة وكانوا أطفال عاديين، والاتنين دول سألوا الجد أنهي مفتاح اللي ضغط عليه علشان يقفل اللعبة، وطلع إن الجد قصد إنه يخرج صانع الألعاب من اللعبة. فطبعا كلهم اتصدموا من تصرفه ده، وبدأ يظهر لهم صانع الألعاب علشان يقول لهم إنه هينتقم منهم كلهم ودخلهم اللعبة في الحياة الحقيقية. فاستدعوا عيلتهم وكل أصحابهم علشان يساعدوهم، وفعلا كل الأبطال جم علشان يساعدوا. ولما جالهم صانع الألعاب وصل الجد ودخل يكلمه وقال له إن هو كان السبب في إنه يبقى مشلول كل السنين اللي فاتت، وده ضيع منه حاجات كتير في الحياة، لكنه برضو في حاجات كتير كسبها وهي حب عيلته ليه والتواضع، وعشان كده هو جاي يقول لصانع الألعاب إنه مسامحه. فصانع الألعاب قفل اللعبة والكائن ده انهار، وخرجوا هما الاتنين متصالحين خلاص. وقال إن محدش فاز في اللعبة لأنه مش مهم الفوز ولا الخسارة، لكن المهم العيلة، وكلهم بقوا عيلة مع بعض حتى مع أصحابهم. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشتراك بقى. بحبكم كلكم وباي باي بقى.